وكمان الشركه هتعمل ملاعب للناشئين وللزمالك، هيتعمل في 6 اكتوبر، وما تبقاش في ملاعب خالص هناك. وعشان اعضاء الجمعيه العموميه اللي عددهم حوالي 50,000، اللي بينقسم منهم اللي اهلاوي واللي زملكاوي واللي ملوش في الكوره واللي ما بيشجعش، يعني ما هو في النهايه في كتير قوي اهلاويه اعضاء في الزمالك، وفي كتير قوي زملكاويه اعضاء في النادي الاهلي، مش فارقه معاهم. هم عندهم جنينه، المبنى الاجتماعي، حمامين سباحه للولاد، ملعب كروكيه، معرفش جنينه كابتن محمد لطيف، جيمنازيوم هناك حلو قوي، ويمكن الجيمنازيوم كمان يتاخد، الله اعلم. فبالتالي مش هتفرق جمعيه عموميه، فنعمل اجتماع للجمعيه العموميه اللي هي ليها حق التصويت، والجمعيه العموميه توافق ولا ما توافقش، عشان نبيع الزمالك، نبيع الزمالك ونبيع ارض نادي الزمالك اللي شفنا بقى ايام كان مع، فاكر فريد شوقي كان بيخش يتفرج على الماتش، وام كلثوم وعبد الحليم وناس كتير عملوا حفلات هناك، وتاريخ كبير لنادي الزمالك، وحلمي زاموره، والملعب اللي شاهد اجيال واجيال واجيال واجيال، واللي لسه الزمالك محتفل في 2011 ب 100 سنه، وانتقل الزمالك من البالون لما اعرفش فين لغايه الارض اللي هي موجوده فيها دي، وفي النهايه نبيعها ليه؟ عشان الفلوس. لا، في حاجات ما بتتباعش يا جماعه. في حاجه، هل النادي الاهلي